احنا النهاردة رايحين نزور العجوزة، مكان جميل وملهم وحكايات عجيبة وتاريخ كبير بيرسم خطوط الحي كله. تعالوا معايا نستمتع بشوارع العجوزة. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا مع بعض واللي رايحين فيها للعجوزة من فوق نهر النيل ومن على كوبري الجلاء واحنا موجودين في حي الدقي. ومن ميدان الجلاء هندخل يمين على شارع النيل، وهيكون مباشرة أول ما ندخل يمين هنا النفق اللي متسمي على اسم رحلتنا في العجوزة، وهو نفق العجوزة، واللي هدفه إنه ينقلنا تحت الأرض من شارع شارل دي جول لشارع النيل من غير ما نعدي ميدان الجلاء. احنا كده تقريبا في كورنيش العجوزة، وبنلاقي هنا على يمنا مجموعة من المطاعم والبواخر النيلية، وموجود كمان نادي اليخت. والشوارع اللي موجودة على شمالنا هنا بتدخلنا لأعماق حي الدقي الجميل والشهير. لو هنا شوارع ينداوي عبد الله الكاتب وعادل حسين رستم وغيرهم كتير من الشوارع. هنفضل ماشيين على طول وهنلف من بعد كوبري 6 أكتوبر عشان ندخل نتمشى جوه حي جميل من أحياء الجيزة، وهو حي العجوزة. يمكن زي ما حضراتكم شايفين معايا كده باين من بعيد على شمالنا مسجد موجود بين العمارات وموجود على ناصية شارع. المسجد اللي باين دلوقتي ده هو مسجد النيل، وموجود على ناصية شارع اسمه شارع عبد الرحيم صبري. والاتنين سواء المسجد أو عبد الرحيم صبري باشا ليهم ارتباط كبير ووثيق بقصة حينا النهاردة، وهو حي العجوزة. المطلع اللي موجود على يمنا هنا ده هو مطلع كوبري 6 أكتوبر، ولو طلعنا من هنا هنكون في الاتجاه اللي رايح على ميدان التحرير ووسط البلد، وممكن تكمل عليه لرمسيس ومدينة نصر. طبعا لو عدينا نهر النيل في الجزء اللي احنا فيه هنلاقي على الجانب التاني جزيرة الزمالك الرائعة. احنا مكملين طريقنا، واللي لو فضلنا ماشيين على طول كده هنوصل لميدان الكيتكات، ومن بعده هندخل على اعماق حي امبابة الشهير. زي ما حضراتكم شايفين معايا احنا بنعدي كوبري 6 اكتوبر وبقينا خلاص في انحاء حي العجوزة، واللي هو واحد من احياء محافظة الجيزة، وهتلاقوه ملاصق كده لحي الدقي وحي المهندسين. وزي ما حضراتكم شايفين موجود على نهر النيل، وهو من الأحياء المميزة جدا، واللي يعني سهل جدا ان انت توصل ليه. يعني من كوبري 6 اكتوبر ماشي، من كوبري 15 مايو ماشي برضو، من كوبري الجلاء وميدان الجلاء، او من شارع التحرير، كلام صحيح، او كمان تقدر توصل له من شارع البطل احمد عبد العزيز. يعني سهل جدا توصل العجوزة. وحي العجوزة بيتبعه اداريا حي المهندسين. لسه موجودين في شارع النيل، وعلى يمنا هنا لسه نهر نيل مصر العظيم. هنفضل ماشيين وهنلف عشان ندخل في شوارع العجوزة المشهورة. كده على شمالنا دلوقتي واحدة من معالم العجوزة، وهي مستشفى الشرطة. وكمان بعدها على طول بيكون على شمالنا هنا مستشفى العجوزة. موجود في العجوزة كمان عدد كبير من المعالم والميادين والشوارع، هنشوف عدد كبير منها في رحلتنا مع بعض النهاردة. احنا بنلف مع بعض اهو قدامنا، واحنا بنلف الجمعية الخيرية الإسلامية في العجوزة ومستشفى العجوزة النموذجي، وهيكون بعديها على طول على يمنا مستشفى الشرطة. واحنا لسه موجودين في شارع النيل ولسه موجودين في كورنيش العجوزة. من المعالم المهمة برضو واللي كلنا لينا ذكريات معاها مطعم نعمة أو كافيتيريا نعمة، اللي هنشوفها دلوقتي على يمنا على ناصية شارع نجيب محفوظ في العجوزة. مطعم مهم، وكانت خروجة لعدد كبير من سكان القاهرة والجيزة في التسعينات وبعدها، لما كانت المطاعم أقل بكتير من دلوقتي. أهو المطعم أو كافيتيريا نعمة هي اللي موجودة على يمنا دلوقتي على ناصية شارع نجيب محفوظ. كان لسه زحف المولات اللي موجودة في كل حتة في مصر ما كانش موجود بشكل كبير. كانت الناس بتخرج تتمشى في أماكن كتير وتشتري لبسها وأكلها وشربها من مطاعم ومحلات في الشوارع الطبيعية أو الشوارع الخارجية اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي. هنفضل ماشيين مع بعض. هندخل من شارع نوال، وهو الشارع اللي بيفصل بين حي العجوزة وحي الدقي، ومنه بقى هندخل على عدد ضخم من الشوارع في رحلتنا اللي هتكون طويلة نسبيا النهاردة. رغم ان العجوزة ما فيهاش اماكن خروج وفسح كتير، الا ان قربها من المهندسين والدقي والزمالك
اللي فيها عدد ضخم من المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والمولات والسينمات وصالات الجيم زود كتير من إقبال الناس على إن هم يسكنوا هنا في العجوزة، وخلى أسعار الشقق هنا عالية بشكل كبير جدا. احنا دايما بنقول ان اسماء الشوارع هي خير دليل على تاريخ الشعوب، والاسماء اللي بتقابلنا دايما في جولاتنا لشوارع مصر واللي بحاول ان انا اوضحها لكم طول ما احنا ماشيين في شوارع مصر، الاسماء دي ما جاتش صدفة، لكن اختيارها تم بعد تفكير ودراسة وارتباط باحداث مهمة في كل المناطق اللي احنا بنعدي منها. وعشان كده ادينا دخلنا شارع نوال من شارع النيل او طريق جمال عبد الناصر، واول ما بندخل هنا بنسأل مين هي نوال. بصوا بقى، ارجعوا بالذاكرة 5 دقايق لورا لما عدينا على مسجد النيل وشارع عبد الرحيم صبري. طب ايه الحكاية؟ العجوزة دي تبقى جدة نوال. ايه ده، هي العجوزة دي واحدة ست فعلا؟ ايوه فعلا، تبقى هي الست اللي في الصورة اللي قدامكم دلوقتي، واللي كان اسمها نازلي هانم، واللي كانت بنت الراجل اللي موجود برضه في الصورة قدامكم، والراجل ده كان اسمه سليمان باشا الفرنساوي، وهو اللي أسس الجيش المصري أيام محمد علي باشا. يمكن كلنا عارفين إن شارع طلعت حرب كان اسمه القديم برضه شارع سليمان الفرنساوي. احنا هنمشي شوية هنا في شارع نوال واللي بقى اسمه حاليا شارع حسن محمد الرزاز، لكن كل الناس ما زالت بتستخدم الاسم الأقدم والأشهر للشارع وهو شارع نوال. على شمالنا هنا أكاديمية ناصر العسكرية، والأكاديمية دي معمولة في السرايا اللي كانت عايشة فيها نوال، بنت توفيقة مرات عبد الرحيم صبري. احنا دخلنا دلوقتي بقى لواحد من اشهر شوارع العجوزة، وهو شارع الدكتور محمد شاهين او شارع شاهين زي ما معظم الناس بيحبوا يقولوا عليه في الجزء اللي احنا ماشيين فيه في حي العجوزة. الصورة اللي قدامكم دلوقتي دي هي صورة شريف باشا. ايوه، هو اللي متسمي على اسمه الشارع الشهير في وسط البلد. شريف باشا كان بيمتلك اراضي كتير هنا في المنطقة، وكان عايز يبني مسجد في المنطقة هنا على جزء من الارض دي، لكنه مات قبل ما يحقق حلمه. أرملته بقى صممت إن هي تستكمل حلم جوزها وتبني الجامع في نفس المكان اللي كان عايزه شريف باشا. كان سنها ساعتها يمكن 90 سنة أو أكتر، وكانت بتشرف بنفسها على أعمال البنى في الجامع في المكان الحالي ليه، وهو مسجد النيل اللي شفناه في بداية الحلقة والرحلة. فضل الجامع بقى يتبني وقت طويل، والناس تقول الست العجوزة راحت والست العجوزة جت، فالناس سمت الجامع باسم جامع العجوزة. وساعد على ده ان الخديوي توفيق كان بيمر من قدام الجامع في يوم من الايام مع مجموعه من الاجانب، فسالوه عن الجامع فقال هو كمان ده جامع العجوزه. احنا لسه موجودين مع بعض في شارع شاهين او شارع الدكتور محمد شاهين، واللي كان من رواد الطب الحديث في مصر، وكان الطبيب الخاص للملك فؤاد، وكان اول واحد يتولى منصب وزير الصحه، وده كان سنه 1936. واحنا بنتمشى في شوارع العجوزة انت هتحتار، هل هو حي راقي؟ هل هو حي شعبي؟ هل هو حي متوسط؟ يعني عموما هو حي جميل، هتلاقي فيه تنوع فريد، وشوارعه زي ما حضراتكم شايفين يعني بتمتاز بالهدوء. لو رجعنا تاني لقصة العجوزة، فكنا شفنا شارع عبد الرحيم باشا صبري اللي جنب الجامع مباشرة، واللي هو كان زوج توفيقة بنت نازلي هانم وأم نوال. توفيقة كمان كانت خلفت بنت سمتها على اسم جدتها نازلي، واللي بقت الملكة نازلي أم الملك فاروق. يعني شايفين تاريخ كبير جدا خاص بحي العجوزة اللي احنا بنزوره مع بعض النهاردة، واللي احنا لسه ما زلنا في شارع من أهم شوارعه وهو شارع شاهين، وبنستكمل رحلتنا جوه دروب حي العجوزة. موجود في العجوزة عدد من الميادين، منهم ميدان أسوان واللي هنشوفه مع بعض في رحلتنا، وميدان أبو المحاسن الشاذلي، ويعتبر ميدان سفنكس في إطار حي العجوزة، وكمان ميدان نجيب محفوظ واللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وعلى يمنا وشمالنا هنا شارع نجيب محفوظ. يعني شايفين شكل البيوت والعمارات اللي موجودة في حي العجوزة، وهنستكمل طريقنا وهناخد شارع شاهين كله لغاية ما نوصل لميدان الشيخ محمود خليل الحصري. عايز اقول لك انت لو عايز تركب مترو الانفاق وتوصل هنا للعجوزة، فاقرب محطة مترو هي محطة الدقي في شارع التحرير.
تدخل بقى على رجليك، بس هتتمشى شوية لشارع نوال ومنه لشوارع العجوزة، أو تركب بعد المترو تاكسي أو ميكروباص حسب الحتة اللي انت عايز تروحها في العجوزة. عموما وانت في العجوزة فانت قريب من وسط البلد، وقريب من الدقي، وقريب من الزمالك، وقريب من امبابة، وقريب من المهندسين، وموجود كمان على النيل، وقريب من كل الخدمات اللي ممكن تتخيلها. موجود في الحي عدد كبير من المباني والمدارس، وممكن توصل لجامعة القاهرة في أقل من ربع ساعة، وتوصل لشارع الهرم يمكن في تلت ساعة، وعن طريق كوبري أكتوبر ممكن توصل لمدينة نصر وطريق النصر بسهولة. طبعا ممكن توصل لمحور 26 يوليو اللي هو قريب من هنا جدا، واللي بيوصلك لمدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر. من أشهر الفنادق اللي موجودة في العجوزة فندق شهرزاد، وفندق بوتيك النيل، وفندق زايد، وفندق مايوركا، وفندق النبيلة اللي هو موجود في شارع جامعة الدول العربية. احنا لسه موجودين في شارع شاهين، وعايزين نقول انك في العجوزة هتلاقي مدارس حكومية ومدارس خاصة ومدارس لغات، زي مدرسة العجوزة الخاصة ومدرسة القومية ومدرسة الأورمان ومدرسة طلعت حرب الصناعية وغيرهم كتير من المدارس. زي ما حضراتكم شايفين يمكن داخلين على جزء اهو في اجزاء كانت راقية، وداخلين على اجزاء تميل للشعبية شوية. تنوع كبير فعلا ومدهش في حي العجوزة. هنطلع بقى من الجزء الشعبي نسبيا اللي احنا موجودين فيه دلوقتي من شارع شاهين، هنطلع على ميدان الحصري. لا احنا ما رحناش مدينة 6 اكتوبر، احنا طالعين على ميدان الشيخ محمود خليل الحصري، وشارع محمود خليل الحصري اللي موجود على يمنا وشمالنا دلوقتي. والشيخ الحصري كان ساكن بالفعل في بيت من بيوت الشارع هنا، وده سر تسمية الشارع باسم الشيخ الحصري الله يرحمه، بعد ما كان زمان اسمه شارع الفلوجة. يمكن برضو بعض الناس او عدد كبير من الناس يعني ما زالوا بيسموا الشارع هنا باسم شارع الفلوجة. والفلوجة دي كانت قرية فلسطينية يعني موجودة بين الخليل وغزة، واللي حصلت فيها معركة مشهورة جدا سنة 1948. الشارع اللي موجود على شمالنا دلوقتي ده هو شارع الفنان فريد شوقي، واللي كان بالفعل ساكن هنا في بيت من بيوت الشارع في حي العجوزة. يعني هنستكمل رحلتنا في شارع محمود خليل الحصري، وموجود على شمالنا هنا بنك فيصل الإسلامي، وبيقاطعنا هنا يمنا وشمالنا شارع الفريق عبد المنعم رياض، واللي هو يمكن شارع كده يعني يعتبر ما بين العجوزة والمهندسين. هنتمشى فيه شوية وهنتفرج على المعالم الكتير اللي موجودة فيه، وكمان هنشوف الشوارع المتفرعة منه. شارع بيمتد معانا من قرب المكان اللي كنا فيه، بيكمل الرحلة لغاية ميدان الثورة عند شارع سليمان أباظة عند نادي الصيد. طبعا عبد المنعم رياض ليه مشهور ميدان مشهور على اسمه جنب ميدان التحرير، وكان قائد وبطل عسكري ومن أهم العسكريين المصريين، وكان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وحقق انتصارات كتير في حرب الاستنزاف، ويعني استشهد كده عند معدية نمرة 6 في مدينة الإسماعيلية. لسه بنتمشى مع بعض جوه شارع الفريق عبد المنعم رياض، وهيكون على يمنا هنا شارع الجزائر، وعلى شمالنا مسجد عبد الرحمن الكواكبي وشارع ميدان عبد الرحمن الكواكبي. وبعديهم مباشرة على شمالنا بنقابل واحد من أهم معالم الشارع هنا، وهو برج القاهرة الطبي أو برج الأطباء المشهور جدا في شارع عبد المنعم رياض. وبما اننا بنعدي من جنب برج الاطباء، فالعجوزه فيها عدد كبير من المستشفيات والعيادات، زي المركز القومي لنقل الدم، ومستشفى طيبه الدولي، ومستشفى الشرطه، ومستشفى العجوزه، وغيرهم كتير. يمكن الشارع اللي شايفينه من بعيد دلوقتي ويمين وشمال هو شارع البطل احمد عبد العزيز، لكن احنا مش هنكمل طريقنا على طول، وهندخل شمال هنا من شارع جول جمال عشان نستكمل رحلتنا جوه شوارع حي العجوزة. طبعا احنا دخلنا بالفعل اهو لشارع متسمي على اسم بطل تاني، كان ضابط بحري سوري، وكان ضمن بعثة عسكرية بتضم 10 طلاب سوريين عشان يلتحقوا بالكلية البحرية في مصر، واستشهد في معركة البرولوس البحرية سنة 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر.
من الحاجات اللي ممكن تستمتع بيها في العجوزة إنك تروح مسرح البالون اللي موجود على كورنيش النيل، واللي بيبقى فيه يعني بعض العروض الثقافية كده، وعروض لمسرح العرايس، وعروض فنية للأطفال. كمان ممكن تزور السيرك القومي وتشوف العروض المذهلة، يعني عروض الحيوانات والبلياتشو والأسود وغيرهم كتير من العروض. كمان ممكن تتغدى وتتمشى، ممكن تتغدى في مطعم من المطاعم اللي موجودة على النيل، ممكن تتمشى على النيل، ممكن تركب فلوكة كده أو مركب في النيل. ولو بتحب القراية فمكتبة 6 أكتوبر العامة موجودة في شارع شاهين، ممكن تستمتع بيها جدا. احنا لسه بنتمشى مع بعض في شوارع العجوزة، وهندخل من شارع لشارع ومن ميدان لميدان مع بعض. واحنا ماشيين في شارع من الشوارع الجانبية في العجوزة، طبعا هتسأل يعني ايه اهم السلبيات. طبعا اهم السلبيات ان هيبقى صعب جدا ان انت تركن في الشوارع هنا، لان العربيات كتير. كان زمان الشقق او العمارات يمكن ما كانش فيها جراشات زي دلوقتي. احنا دلوقتي موجودين في ميدان عبد الرحمن الكواكبي، واللي كان من رواد النهضة العربية في القرن ال19، واللي كان ليه كتاب مشهور جدا اسمه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. وكان على شمالنا هنا مستشفى طيبة، ويعني من كاتب ومؤلف كبير لفنان كبير. وبقينا موجودين في شارع الفنان فريد شوقي، وعلى يمنا هنا مركز الطب الطبيعي والتأهيلي والروماتيزم التابع للقوات المسلحة. وما زلنا مع بعض جوه شوارع العجوزة في رحلتنا الممتدة. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن اهو بيت من البيوت، يعني في جراج، ده من البيوت القليله اللي موجوده هنا واللي فيه جراجات، لكن من الصعب جدا ان انت تلاقي ركنه هنا. وعشان كده في عدد كبير من السكان المناطق اللي زي العجوزه وزي المهندسين بيركنوا في بعض الجراشات البعيده نسبيا، واللي هي بتكون جراشات عامه وبتستوعب عدد كبير من العربيات. احنا رجعنا مرة تانية، وزي ما حضراتكم شايفين اهو يمكن مطعم وتيكاوي اسماك البحر وصيدلية سان جورج موجودة معانا دلوقتي. واحنا رجعنا مرة تانية في شارع الشيخ محمود الخليل الحصري، وهندخل شارع عبد المنعم رياض، ولكن في الاتجاه التاني. يمكن من شويه احنا دخلنا شمال، لكن احنا هندخل يمين دلوقتي، وقدامنا فندق من فنادق العجوزه، وهو فندق جوي للعجوزه. فندق هو 4 نجوم. واول ما بندخل الشارع هنا يمكن المبنى الازرق اللي موجود على يميننا دلوقتي هو اداره العجوزه التعليميه، وبعديها مباشره مدرسه العجوزه. وشايفين قد ايه الخدمات متوفره في الاحياء الشبيهة بحي العجوزة. يمكن سهل جدا لو كنت ساكن في بيت من البيوت اللي موجودة على شمالنا هنا أو قدامنا هنا، تنزل كده من البيت وتدخل المدرسة مباشرة. كان يمكن الأحياء الأحدث لازم بقى طبعا تشترك في باص لابنك أو بنتك، وبيكون المسافة بعيدة ما بين البيت وما بين المدرسة اللي بيدرسوا فيها. لكن الأحياء القديمة بيبقى فيه اتصال كده ما بين الخدمات بصفة عامة، سواء مدارس، مستشفيات، عيادات، يعني محلات. يعني بتلاقي كل الخدمات متوفرة في المناطق اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. احنا هندخل شمال من شارع ابو المعاطي، والشارع هنا امتداده بيطلعنا على شارع جامعة الدول العربية، وبيبقى قدامنا على طول كوبري 15 مايو، وامتداده بيكون اسمه الدكتور النبوي. لكن احنا لسه بنلف ونفتش وندور على جمال حي العجوزة، وعلى تاريخ حي العجوزة، وعلى معالم حي العجوزة مع بعض. طبعا هتلاقي في العجوزة أنواع مختلفة من الشقق السكنية، وهتلاقي مساحات متباينة كتير، وهتلاقي فيلات سواء قديمة أو أحدث نسبيا، وهتلاقي كمان دوبلكس. يمكن السبب الرئيسي والجوهري لوجود حي العجوزة كان الخديوي إسماعيل لما بدأ في بنى القصر الشهير قصر الجزيرة، واللي بقى فندق الماريوت دلوقتي. كان عايز يعزل جزيرة الزمالك ويخليها محاطة بالمية من كل اتجاه عشان يكون ليها خصوصية مميزة، وعشان نهر النيل يعني بيمر كده في أو يمر في قلب القاهرة زي نهر السين في باريس. طبعا كلنا عارفين ان كان في عشش في الزمالك، فأخلى الخديوي الجزيرة من سكانها الشعبيين والطبيعيين والأصليين، ورحل الخديوي سكان الزمالك للضفة التانية، واداهم عدد كبير من الأراضي اللي كانت اسمها أراضي طرح النهر في المنطقة اللي احنا بنتمشى فيها النهاردة.
خديوي ادى عدد كبير من عمال الصخرة اللي رجعوا من حفر قناة السويس أراضي هنا في العجوزة، وفضلت بقى تتركب التركيبة السكانية، بقت تركيبة سكانية مختلفة ومتنوعة من عمال الصخرة والعائلات المهجرة من الزمالك سكنوا هنا في العجوزة. احنا لسه زي ما حضراتكم شايفين بنتمشى مع بعض من شارع لشارع، ومن حي من منطقة لمنطقة ومن ميدان لميدان جوه حي العجوزة وشوارع العجوزة الجميلة جدا. واحنا رجعنا مرة تانية على شارع أبو المعاطي عشان نستكمل رحلتنا من الميادين ونتفرج كده على شكل الشوارع. يمكن كاربت سيتي موجودة على شمالنا اهو في الشارع هنا، رغم ان هو شارع هادي بشكل كبير، لكن ممكن برضو في بعض الناس او بعض السكان يحتاجوا ان هم يشتروا احتياجاتهم، فهيلاقوها موجودة هنا جوه الشوارع الداخلية في العجوزة. على يمنا دلوقتي فندق جويل اللي كنت لسه بكلمكم عليه من شوية، وهندخل مباشرة مع بعض شارع محمود خليل الحصري في جزء ما زرناهوش قبل كده، واللي في امتداد الشارع هنا بقى منطقة شعبية جدا في العجوزة ومليانة بالحواري والأزقة، وهتلاقوا فيها ورش كتير جدا، وهي الحيتية أو الحويتية أيا كان المسمى ليها، يا يمكن غالبا الجزء الريفي اللي ما تخططش عند بونا العجوزة والمهندسين والدقي. زي ما حضراتكم شايفين يعني هتلاقوا بعد ما البيوت كانت بتميل للبيوت المتوسطة والبيوت الراقية نسبيا، هتلاقوا في امتدادها هنا بقى باين جدا هي البيوت القصيرة واللي لسه مبنية بجزء من الطوب الأحمر، بيوت شعبية بسيطة جدا. ويعني الناس اللي بيسكنوا في العجوزة والدقي المهندسين بيجوا المنطقة هنا عشان فيها ورش ميكانيكية وسمكرية كتير جدا موجودة هنا، رغم ان هي اللي بتطلعنا برضو على واحد من أرقى شوارع مصر وهو شارع جامعة الدول العربية. في ناس بقى ممكن تسأل طيب ايه افضل مكان ممكن اسكن فيه في العجوزة؟ عندك يا سيدي طبعا شارع النيل اللي هو على النيل واطلالة مباشرة ليه، يعني سكن مميز جدا واقرب لكل حاجة. كمان في شارع نوال اللي عدينا عليه من شوية من الشوارع المميزة جدا، وشارع حاجو بيربط العجوزة بالدقي، وشارع النيل ووزارة الزراعة، وفي بنوك مهمة. كمان من المناطق المميزة جدا للسكن في العجوزة الميدان اللي احنا فيه دلوقتي وهو ميدان أسوان، يعني منطقة هادية وجميلة وقريبة جدا من شارع جامعة الدول العربية، والجنينة الكبيرة جدا اللي موجودة في وسط الميدان زي ما حضراتكم شايفين، يعني جنينة كبيرة جدا ومليانة بالنخل ومليانة بالأشجار والزراعات والورود، بتدي للشارع وبتدي للميدان شكل رائع وجو نقي. وكفايه انه على اسم اسوان الجميله الشامخه. الشارع اللي عدينا عليه دلوقتي هو شارع الجزائر، هو الشارع اللي لو كملناه على طول هنروح على شارع جامعه الدول العربيه وهيبقى قدامنا نادي الزمالك العريق. كمان الميدان هنا يمكن مليان بعدد كبير من المحلات المتنوعة في كل حاجة، يعني هتلاقوا محلات ملابس وهتلاقوا سوبر ماركتات كتير، حتى هتلاقوا يعني هتحسوا ان العمارات هنا احدث نسبيا، عمارات جميلة جدا لكنها عالية بشكل كبير. هتلاقوا كمان يعني هنا موجود بنوك، يعني الميدان بصراحة رائع جدا، وهتلاقوا فيه تنوع بشكل كبير. انا بحاول ان انا يعني الف بيكو جوه ميدان اسوان وجوه ميادين وشوارع العجوزه، بحيث ان احنا نبقى شفنا المنطقه بشكل موسع ونبقى عدينا على عدد ضخم جدا من شوارعها، يعني بتبقى بقى بعديها عدد من الشوارع القليله الصغيره. ما زلنا موجودين جوه ميدان اسوان وبنشوف المحلات اللي موجوده قدام حضراتكم. ومن ميدان اسوان انا هدخل بيكو على شارع الجزائر زي ما هنشوف مع بعض.
دخلنا بالفعل مع بعض شارع الجزائر، وقدامنا من بعيد اهو باين شارع جامعة الدول العربية وباين سور نادي الزمالك. وكان مهم اننا ندخل نتمشى في جزء برضه مهم من حي العجوزة، وهو شارع ابو المحاسن الشاذلي، واللي هو برضو من اشهر شوارع العجوزة. شارع دخلناه بالفعل، هو شارع هادي وموازي لشارع جامعة الدول، والشارع بيفضل مكمل لغاية ما نوصل لشارع الأحلام خلف مسرح البالون. يعني فعلا في مجموعة من يعني شايفين التباين الكبير اللي موجود في حي العجوزة. في أجزاء منه بتفكرك بحي المهندسين، في أجزاء منه بتفكرك بحي الزمالك، في أجزاء منه بتفكرك بحي الدقي. يعني في فعلا في أجزاء منه بتفكرك بوسط البلد، يعني في او حي عابدين عموما، يعني او الاجزاء اللي قريبه من وسط البلد. بتحس فعلا بالتنوع الكبير اللي موجود مع بعض، او اللي موجود في شوارع العجوزه. نزلنا مع بعض، وكان زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا ان احنا ندخل بقى نتفرج على الشوارع الجانبيه اللي موجوده هنا، وبنلف من شارع لشارع، ومن يعني من شارع فرعي لشارع فرعي تاني. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن لسه مازال كان في بعض يعني الأراضي القديمة اللي اتهدت وبدأوا يبنوا مكانها عمارات، ولكن بيعيب العمارات هنا ارتفاعها الكبير نسبيا، وده طبعا ما بيكونش متسق مع كمية العربيات اللي بتبقى موجودة أو اللي بيمتلكها الناس اللي بيسكنوا في الشوارع اللي احنا بنزورها مع بعض. وبالتالي بتخلق يعني زي ما حضراتكم شايفين اهو العربيات هتلاقوا ان هي يعني راكنه صفين، لان طبعا الموضوع او الشوارع اضيق من كميه العربيات اللي موجوده ومن كميه الادوار اللي موجوده في العمارات اللي في حينا النهارده. رجعنا مع بعض اهو ميدان اسوان زي ما حضراتكم شايفين. ويعني طول ما احنا ماشيين في شوارع مصر بتلاقوا بقى ان في عدد كبير من الشوارع متسميه على اسماء المدن والعواصم العربيه، وبالذات في منطقه المهندسين اللي قريبه مننا جدا هنا. زي مثلا شارع الجزائر اللي هندخل منه هنخرج على شارع جامعة الدول العربية، وتلاقوا هنا مجموعة كبيرة جدا من الشوارع على أسماء العواصم والمدن العربية. كمان هتلاقوا عدد كبير من الشوارع اللي متسمية على أسماء المدن والمحافظات المصرية. هتلاقوا في مصر الجديدة أسماء عدد كبير من المدن، وهتلاقوا برضو في العجوزة والمهندسين أسماء عدد كبير من المدن. احنا طلعنا بالفعل على شارع من أهم شوارع مصر ومن أكتر شوارع مصر التجارية، ومن أكتر الشوارع اللي بيحبوها المصريين وبيحبوا يتمشوا فيها، وموجود فيها عدد كبير من المعالم، وهو شارع جامعة الدول العربية. وهنروح مباشرة كده وهنفضل نتمشى. يمكن قدامنا هو من بعيد باين كوبري 15 مايو اللي حصل له عملية توسعة كبيرة في الجزء اللي موجود في ميدان من ميادين المهندسين، او ممكن نقول من ميادين العجوزة ايا كان، وهو ميدان سفنكس، واللي موجود فيه تمثال الاديب العالمي المصري نجيب محفوظ، هو اللي موجود على شمالنا هنا. وزي ما شفنا ورايحين في قريب كده من نهاية رحلتنا هندخل من شارع نجيب محفوظ وهنتفرج عليه بشكل موسع. احنا لسه موجودين دلوقتي في شارع او ميدان سفنكس، والشارع اللي موجود على شمالنا دلوقتي هو اللي بيدخلنا على شارع احمد عرابي. طبعا كوبري 15 مايو بقيت دلوقتي محور، او شارع احمد عرابي بقى محور، وممكن تنزل منه وتطلع مباشرة وتدخل على محور 26 يوليو من غير بقى ما تعدي على ميدان لبنان. طبعا كان مهم جدا واحنا في رحلتنا في العجوزة نعدي على معلم مهم من معالم العجوزة، هو مسجد المغفرة، وهو المسجد اللي موجود على يميننا دلوقتي، ورايحين على شارع النيل. وبعد المسجد هنعدي قبل ما نطلع على شارع النيل هنعدي على مسرح البالون، وهو المسرح اللي اتبنى في بداية الستينات، وبدأ بمكالمة تليفونية بين يوسف وهبي والسيد بدير اللي هو كان مستشار فرق التلفزيون المسرحية. ويوسف وهبي حكى له عن أعجوبة موجودة في إيطاليا، وهو يعني مسرح موجود على شكل بالونة. المسرح ده قابل للفك والتركيب في ساعات.
كان معروض للبيع ب 39,000 دولار. كان الدولار ساعتها ب 33 قرش، تخيلوا. يعني كان ساعتها الجنيه بيساوي 3 دولار. عموما اشتروا المسرح ووصل مصر وبدأوا يستفيدوا منه بمناسبة المهرجان الأول للتلفزيون اللي كان سنة 1961. وعلى يمنا هنا بقى معلم برضو مهم من معالم العجوزة والسيرك القومي بالعجوزة. وعايزين نقول ان في حاجة كده اسمها صناعة البهجة، او ازاي تقدر تعمل حاجة بتشع سعادة وفرحة. ورحلة البحث عن الترفيه من ايام قدماء المصريين، لما بتلاقي على جدران المعابد فقرات من السيرك الفرعوني، زي الالعاب اللي بالطوق وبالرمح، الالعاب اللي بقت مع الوقت بتتلعب بالفعل في فقرات فن السيرك. ويمكن بقى في العصور الحديثة لما دوروا على أشكال للترفيه، بدأوا بصندوق الدنيا. أطفال تنزل تحت ملاية كده وتتفرج على عالم من الخيال. عايز أقول لكم بس إن إحنا معديين على برضو فندق شهرزاد، من الفنادق المشهورة جدا في العجوزة هنا. كانت الأطفال بتنزل تحت ملاية كده وبتتفرج على عالم من الخيال. وتطور الأمر وأصبح مجموعة ناس بتتحرك في الشوارع والحواري وبتقدم عروض بيلتف حواليها الناس. ويمكن من هنا جه اسم السيرك، لانه هو التحريف لكلمه دايره، او اللي هي سيركل، اللي بتتعمل عروض حوالين ناس ملفوفين حواليها كده. يمكن محمد الحلو يمكن كان اشترى فيل صغير كان جاي مصر بيعرض فقرات مع الافيال والخيول. اشترى منه الفيل وبدأ في تدريبه. مع الوقت اشترى اسدين. وهنا كانت اكتر نقط الجذب الجمهور للسيرك. وده اللي ميز السيرك الحلو، انه بيقدم عروض مع الحيوانات. يعني وكلنا يمكن يعني زورنا السيرك ده، واللي ما زاروش يعني مهم جدا ان انت تزور السيرك القومي بالعجوزة. احنا رجعنا تاني بقى لشارع النيل، وعلى يمنا مستشفى الشرطة بالعجوزة، وهندخل مباشرة بعدها من شارع نجيب محفوظ. عايزين نقول ان شارع النيل اللي احنا فيه دلوقتي واللي ميزته اشجاره الضخمة والعملاقة والعوامات اللي كانت موجودة في شارع النيل جوه نهر النيل مصر العظيم، ألهمت الأديب الكبير صاحب جايزة نوبل في الأدب نجيب محفوظ. يعني ألهمته بالعديد من مؤلفاته، واللي كانت يعني من المؤلفات المشهورة لنجيب محفوظ رواية صرصرة فوق النيل، واللي اتحولت لفيلم سينمائي. ويعني يمكن الشارع احنا خلاص داخلين اهو، زي ما حضراتكم شايفين من قدام كافيتيريا نعمة، واللي زي ما قلت لكم في بداية الحلقة هي موجودة على ناصية شارع نجيب محفوظ، واللي بالفعل دخلنا ليه دلوقتي. يمكن الشارع هنا والمنطقة هنا شافت يوم 14 أكتوبر سنة 94 يعني حادث فارق ومهم جدا، وهو محاولة اغتيال الأديب الكبير نجيب محفوظ من قدام بيته في العجوزة. وعلى الرغم من شهرة نجيب محفوظ إلا إنه كان يعني سهل جدا الوصول ليه، لأنه كان بيمشي في الشوارع عادي جدا، وبيقعد على القهاوي وبيصاحب رواد القهاوي دي. وبعد يمكن عملية استمر، يعني نجا نجيب محفوظ من الموت، لكن العواقب كانت فيه مشكلة في السمع، ومشكلة أكبر في حركة الإيد اليمين. وده كان بالنسبة لنجيب محفوظ يعني اغتيال معنوي، وفضل سنة يتمرن مرة تانية على الكتابة. طبعا يعني كان سبب الحادث الاغتيال ده يعني سبب انا ما بحبش اذكره، لانه يعني في نوع من انواع يعني انا بسميه الارهاب الفكري، لان عموما ايا كان اختلافنا مع اي حد، فكل واحد بيبقى ليه فكره، وممكن نناقش الفكر ده بالحجه والمنطق بعيدا عن العنف ومحاولات الاغتيال. احنا لسه ماشيين في شارع نجيب محفوظ، وهندخل مباشرة من شارع نجيب محفوظ بقى على شارع الشيخ المراغي، وهو الشارع اللي احنا داخلين فيه دلوقتي. وعلى يمنا هنا شهر العقاري بالعجوزة. والشيخ المراغي كان عالم أزهري وقاضي شرعي مصري، وكان شيخ الأزهر من سنة 1928 لسنة 1930، وتولى المشيخة تاني من سنة 35 لسنة
45، وكان صاحب فكرة إنشاء الجامعة الأزهرية. لسه موجودين مع بعض في شارع الشيخ المراغي، ومنه هنطلع على شارع المتحف الزراعي، ومن شارع المتحف الزراعي هنطلع مرة تانية على شارع وزارة الزراعة اللي بيكون امتداده شارع البطل أحمد عبد العزيز. وهنكون في نهاية رحلتنا جوه حي من الأحياء اللي زي ما حضراتكم شايفين حي رئيسي وحي حيوي، ويمكن بيمشي جواه كوبري 6 أكتوبر هو اللي موجود قدام حضراتكم دلوقتي. وداخلين مع بعض مباشرة أهو على شارع المتحف الزراعي، وعلى يمنا معهد بحوث الحشرات الطبية. ويعني قدامنا على طول يمكن اهو برضو هتلاقوا هنا مطلع لكوبري 6 اكتوبر، وده في الاتجاه اللي رايح لوسط البلد، والاتجاه اللي رايح بعد كده لمدينة نصر. ويمكن هنا البداية الفعلية لكوبري 6 اكتوبر. طلعنا بالفعل على شارع وزارة الزراعة. واتمنى ان رحلتي اللي كانت طويله في حي العجوزه تكون عجبتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. مهم جدا تعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.